مرحبا يا أصدقاء. لو أنتم من عشاق الأنمي والمغامرات الجامدة فأنتم في المكان الصح. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة النهاردة. さあ始めようか。久しぶりだな全 الحكاية بدأت في مدينة شينزن الصينية لما اتولد طفل بينور. دي كانت أول مرة تظهر فيها القدرات الغريبة اللي بعدين اتعرفت باسم المواهب. بعد كده ناس كتير اتولدوا عندهم المواهب دي والدنيا اتملت قوة خارقة لدرجة إن 80% من سكان العالم بقوا عندهم نوع من الشغل. وظهرت مهنة جديدة، الأبطال. كان في مجموعة أبطال مرخصة من الحكومة بتختار ناس عندهم قدرات قوية ومميزة عشان يخدموا المجتمع. بس في الزمن ده في نوع تاني من الأبطال. المرة دي الأبطال مش حد بيختارهم، دول بيتصرفوا من نفسهم وكل واحد عنده تعريفه الخاص للعدالة. وده بيخلي الواحد يشك، هل الناس دي أصلا ينفع نسميهم أبطال؟ دول بقى الحراس اللي بيسعوا يبقوا أبطال حقيقيين. وده كان الوقت اللي ميد أريا دخل فيه ثانوي. بعد كده نقلنا المدينة فيها وحش عملاق بيخرب الدنيا، ناس بتجري وناس بتتفرج. فجأة أول مايت ظهر وطمن الناس كلها وهزم الوحش بضربة قوية وكسب إعجاب الجمهور وشال الوحش ومشي. طالب في الجامعة كان بيتفرج ومبهور بقوة أول مايت، افتكر إنه اتأخر على المحاضرة وجري عشان يمشي، بس خبط في واحد شكله بلطجي. البلطجي طلب منه يعتذر على اللي عمله، والطالب اعتذر فعلا، وده خلى الناس تتريق عليه ويسألوه فين كرامته. البلطجي حاول يضرب الولد، بس الولد استخدم موهبته عشان يتفادى الضربة في آخر لحظة، وبعدين بدأ يجري وهم جريوا وراه. موهبة الولد ده هي الانزلاق، اللي بتحتاج 3 نقط من جسمه يلمسوا الأرض عشان تشتغل. عرفنا إن اسمه كويتشي وهو طالب في الجامعة. ناس مدحت موهبته حتى اللي كانوا بيتنمروا عليه، بس هو كمل طريقه. بعد كده شفنا بنت بتغني في المدينة والجمهور بيهتف لها. البنت دي فنانة مستقلة اسمها بوب ستيب، كملت عرضها وكويتشي راح اتفرج عليها مع الجمهور. الجمهور كان بيهتف لها بحماس شديد. كويتشي فكر في نفسه إنه بيتمنى الشرطة ما تاخدش بالها من التجمع ده، وفي نفس الوقت فكر إن غنى بوب ستيب عادي مش مميز قوي، بس قفزها وأدائها هم اللي بيخلوها تلمع زي لؤلؤة بتبرق. وبعدين افتكر إنه اتأخر على الشغل وجري هناك وهو ماشي كان عمال بيفكر إزاي الناس بتهتم بالمظاهر وبتنخدع بسهولة باللي بتشوفه. وهو ماشي رجله اتزحلقت، فكر إن الدنيا دي مش عادلة. أول ما وصل الشغل مديره قال له إنه اتأخر وإن جزء من مرتبه هيتخصم. كويتشي كان واقف في المحل لما نفس المتنمرين بتوع زمان دخلوا بيدوروا على خناقة. المرة دي ضربوه جامد قوي. واحد منهم قال له إن قوته الخارقة عبارة عن مسامير بتسبب وجع فظيع. قال الكلام ده وهو وأصحابه عمالين يضربوا في كويتشي بلا رحمة. بعد ما خلصوا كويتشي روح على البيت وأثار الضرب باين عليه، وكان متضايق إن الشرطة ما عملتش حاجة. كان متعصب قوي وقال إنه خلاص فاض بيه وإنه الليلة دي هيعمل حاجة، وكأنه بيلمح لحاجة هيزرعها. بعدين كويتشي لبس تنكر وقال إنه هيطلق قوته الخارقة. بدأ يساعد الناس بطرق مختلفة، حتى نظم جمع القمامة. شوية ناس عرفوه وشجعوه وطلبوا منه ياخد الزبالة بتاعتهم بعد ما يخلص. كويتشي حس بفرحة بكلامهم. بعد ما خلص كان ماشي وبيقول إنه عطشان قوي لما واحد مدله مية. اتصدم لما لقاها بوب سكاب المغنية. سألها بتعمل إيه هنا؟ قالت له ده أنت اللي بتلف المدينة تنظف الزبالة وتساعد الناس. حاولت تفتكر اسمه وقالت له يا راجل الصرصار، وده كان اسم من الأسماء اللي كانوا بيتنمروا بيها عليه. فده ضايقه، كان هيسيبها ويمشي لما علقت على التنكر بتاعه المبهدل وقالت ده المفروض كله يبقى مايتس. رد عليها وقال لها هو كله مايتس فعلا، عشان أنا عايز ابقى زيه وهعمل كل اللي أقدر عليه عشان أنقذ العالم. وقال إن ده مش مبهدل، ده زيه جامد قوي. قالت له بسخرية يعني أحسن حاجة عملتها جمعت الزبالة؟ فرد عليها وقال لها كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه. كملت وقالت له طيب يا راجل الصرصار. فرد عليها بسرعة وقال لها اسمي نايس جاي، ومشي وسابها وقال لها خلي بالك في الحفلات عشان الشرطة ما تمسكيش، وشكرها على الشربة. طريقته دي ما عجبتهاش وضايقتها.
بالغلط خبطت المتنمرين اللي ضربوا كويتشي، فبدأوا يتنمروا عليها هي كمان، وقالوا لها يا بنت المشهورة اللي بتغني في الشوارع. حاولوا يشيلوا الماسك بتاعها عشان ينشروا وشها على النت. طول ده كويتشي كان بيتفرج على اللي بيحصل من غير ما يعمل أي حاجة، وقال بكل بساطة بس بقى يا جدعان، كفاية اللي بتعملوه ده. قالوا له مالكش دعوة، غور في داهية بقميصك الأهبل ده. لما حاول يتكلم تاني كبيرهم بصله بغضب خلاه اتوتر. قال لهم عندكم حق، أنا ماشي. وهو ماشي شاف دموع البنت نازلة، حس بيها وجواه اتقلب، فكر لازم يعمل حاجة. لما حاول يواجه العصابة واحد منهم مسكه وقال له فاكر نفسك بتعمل ايه يا عبيط، قبل ما يرميه على الأرض. كبيرهم قرب منه وقال له ما كنتش واخد بالي منك في الأول، بس دلوقتي عرفتك. مين طلب رأيك يا صرصار؟ عامل فيها بطل؟ قال كده قبل ما يضربه ويعور وشه، وقال له مش هنقف لحد هنا، هندمرك في محلك وناخد البت دي كمان. فجأة واحد غريب ظهر فوق المبنى يا معلم. سمع كبير العصابة بيسأله بتعمل كده ليه؟ فرد عليه عشان بتغيظني قوي. البنت كانت بتحاول تهرب وقالت هتتصل بالشرطة، بس هم مهتموش وفضلوا يتنمروا عليها. المعلم كان متدمر والواد بتاع العصابة كان هيخلص عليه، لما الراجل الغريب نط من على السطح ونزل على الأرض، صدم الكل كأنه واقع في الزبالة. قال كنتوا بتتكلموا عن أولمايت مش هيظهر، أهو أنا ظهرت. وبعدين قام وقال شكلي اتفشخت وأنا بنزل، بس ما تقلقوش، أنا بس عملت شوية تمارين عشان أستحمل الخبطة دي. كبير العصابة حاول يتكلم معاه بس الراجل اداله بوكس في وشه طياره. بقية العصابة اتخضوا وسألوه مين انت وبتعمل كده ليه؟ رد عليهم هقول لكم، أنا اسمي كالدستر وبيسموني المنتقم الزبال. وبعدين قرب من بقية العصابة ووقعهم كلهم. بعد كده طلع لسان واحد من العصابة وقال له اللون ما اتغيرش، شكلك مش منهم. لما شاف لسان التاني قال له انت كمان مش منهم. شكله كان بيدور على عصابة معينة. وبعدين نادى على المعلم اللي كان مرعوب وعمال يقول له مش منهم. كالدستر رد يا واد انت عندك امكانيات واحيانا بحتاج مساعدة، انضم ليا وانا هحولك لبطل. بس المعلم بخوف قال له انا مش بتاع الكلام ده وحاول يمشي. الراجل قال له انت كداب، عشان انت لابس لبس شبه أولمايت وعمال تحاول تساعد الناس، ازاي تقول مش عايز تبقى بطل؟ كوتشي اعترف معاك حق، بس أنا عمري ما هاخد رخصة بطل بموهبة عبيطة زي بتاعتي دي. كالدستر رد إيه اللي بتقوله ده؟ قوة الموهبة والرخصة ملهمش علاقة بالعدالة الحقيقية. وكمل كلامه المهم هو لما تواجه حاجة خطر وتسأل نفسك هل أنت قدها ولا لأ؟ ده السؤال الوحيد اللي محتاج تجاوب عليه. في اللحظة دي كوتشي فهم إن الراجل ده ما عندوش رخصة بطل، بس كلامهم اتقطع بصريخ من بوب ستوب اللي زعيم العصابة كان ماسكها رهينة. زعيم العصابة قال لكالدستر بطل الهري اللي بتقوله ده. كالدستر هض ما تفتكرش إنك لما تمسك رهينة هتمنعني إني أوقعك. زعيم العصابة قال له أنا مش ماسكها رهينة، أنا هستخدم موهبتي عشان أشوه وشها، ده اللي هيريحني. كوتشي وقف مصدوم بيفكر في كلام كالدستر، وفجأة انطلق على زعيم العصابة ووقعه على الأرض. كالدستر استغل الفرصة ووجه له ضربة قوية طيرته بعيد. وبعد كده كالدستر بص على لسان زعيم العصابة وقال مش مطابق للمعايير، بس هبحث في هويتهم احتياطي. وبعدين قرب من كوتشي وقال له أنا هعلمك كل حاجة عن الأبطال، مفيش حاجة بتريح النفس زي الإيقاع بالأشرار. كوتشي كان مصدوم ومش عارف يقول إيه، بس فكر في نفسه مش عارف أشكرك ولا أهرب منك، بس اللي أنا متأكد منه إنك أخطر من العصابة دي كلها. وبعدين راحوا بيت كوتشي وكالدستر بدأ يقرأ في ملفات كوتشي وده ضايقه. قال له ما تتجسسش على حاجتي. كالدستر رد ما تشغلش بالك، دلوقتي كل اللي محتاجه إنك تقول لي يا أستاذ. كوتشي قال له أنا قلت لك مش هبقى تلميذك وده بيتي، لازم تمشي من هنا. بس كالدستر تجاهله وبدأ يدور في التلاجة، وده كمان ضايق كوتشي. وبعد كده شفنا أفراد العصابة ماشيين بعد ما كالدستر ضربهم. زعيمهم كان عايز ينتقم، بس واحد من أفراد العصابة قال له لازم نبعد عنهم، الراجل ده خطر. وبعدين واحد وشه فيه ندبة وقفهم وقال له شكلكوا اتضربتوا جامد، بس أنا عندي اللي ينفعكوا. وكان ماسك في إيده 3 أنابيب،
وبعد كده شفنا كالدستر بيتكلم مع كوتشي وبيقول له إنه بيدور على مخدر جديد وخطير منتشر في المدينة اسمه تريجر. المخدر ده بيقلل القوة العقلية بس بيزود قوة الموهبة على الآخر. شفنا إزاي أفراد العصابة كانوا بيستعملوا المخدر ده، وده زود قوتهم بشكل ملحوظ. الراجل قال بالمنظر ده الأشرار هيبقوا في كل حتة وما أقدرش أعمل نفسي مش شايف. المدرب رد بس ما ينفعش نسيب الموضوع ده للشرطة والأبطال الخارقين. كالدستر قالوا إنه ما ينفعش يعتمد على الأبطال والشرطة في الموضوع ده، عشان الأشرار اللي بيظهروا بسبب المخدر المنشط بيطلعوا فجأة وسط الناس من غير أي إنذار. فالأبطال الخارقين والشرطة دايما هيبقوا متأخرين خطوة عن المجرمين دول، وهنا بقى يجي دورنا عشان نتعامل معاهم ونبص على لسانهم. كويتشي سأل ليه لسانهم؟ كالدستر رد عشان مدمني المخدر المنشط بيجيلهم لسان اسود كأثر جانبي. كويتشي سأل تاني عشان كده كنت بتبص على لسان المجرمين دول؟ كالدستر أكد أيوة، وأي حد لسانه اسود أنا هتصرف معاه على طول، وكمان هحاول أعرف مصدر المخدر ده عشان أقضي على المشكلة من جذورها. كويتشي سأل هتضرب أي حد كده وخلاص؟ كالدستر قال أيوة، لازم تتصرف معاهم قبل ما ياخدوا جرعة المنشط. كويتشي رد مش شايف إن حد هيوريك لسانه بالسهل كده. كالدستر أصر أي حد نشك فيه هنتعامل معاه على طول. كويتشي بص بذعر وقال أنت بتهزر. المشهد اتقلب بسرعة على كالدستر وكويتشي وهم بيجروا ورا كام مجرم، باين إنه ما كانش بيهزر خالص. في مغامرتهم قابلوا بوب ستيب اللي قال لهم إنهم بيدوروا على مدمني المخدرات. بوب شكر كالدستر على اللي عمله امبارح، وبعدين سأل كويتشي انت بتساعد الراجل ده ليه اصلا؟ كويتشي رد لو سبته يعمل اللي هو عايزه ممكن يروح ضارب اي حد ماشي في الشارع. كالدستر بغضب قال انا بضرب المشتبه فيهم بس زي ما عملت مع العصابة. بوب ستيب قال بس الطريقة دي عشوائية قوي، لازم تشغلوا دماغكم وتضيقوا نطاق البحث. اكيد ناس كتير صورت الاشرار دول كانت بتستعمل موبايلها عشان تدور على كام واحد منهم. في اللحظة دي كالدستر وقف راجل ماشي في الشارع وأمره يطلع لسانه. كويتشي حاول يمنعه من اللي بيعمله بس بالغلط الراجل وقع على الأرض وشوية عرائس وقعوا من شنطته. كالدستر قال راجل كبير بيلف وعرائس أطفال معاه، ده أكيد حاجة تثير الشبهة. الراجل ادعى إنه بيشتغل في تجارة اللعب، وكويتشي حاول يدافع عنه بس مفيش فايدة. كالدستر مسك الراجل وكان خلاص هيوقعه على الأرض. فجأة ظهر الأستاذ أيزاوا ووقف كالدستر وقال له ممنوع العنف. وبعدين الأستاذ أيزاوا سأل كالدستر أنت من الأشرار دول؟ كويتشي وبوب ستيب اتصدموا لما عرفوا أن الريزرد هيد بطل رسمي وأن كالدستر كان بيفتعل خناقة معاه. كويتشي وبوب ستيب خافوا أن الريزرد هيد يفتكرهم هم الأشرار، فحاولوا يقولوا أنهم ملهمش دعوة بكالدستر. بعد كده خناقة جامدة قامت بين كالدستر وريزرد هيد. كالدستر هاجم ريزرد هيد واداله بوكس بس ما أثرش فيه. ريزرد هيد رد عليه وضرب كالدستر فوقعه لورا. بوب ستيب قالت حاسة إن في حاجة غلط، وكويتشي قال دي خناقة كبيرة قوي، بس كالدستر ما بطلش هجومه وراح لريزرد هيد تاني. ريزرد هيد رد برضه وضربه تاني بس ما أثرش فيه. كالدستر عرف يمسك ريزرد هيد بس فلت منه وطار لفوق في السما. برضه كالدستر ما استسلمش وهاجم ريزرد هيد مرة كمان. ريزرد هيد وكالدستر فضلوا يتخانقوا وفي الآخر راجل جه. بوب ستيب قالت الراجل ده شكله مألوف من ورا، وقالت إنها لما كانت بتدور من شوية كان بيظهر في كل حتة فيها أشرار، فكرت إنه ممكن يكون عارف حاجة. بوب ستيب طارت عشان تلحقه وطلبت من كويتشي يجري وراه هو كمان. كويتشي جري وراه وهو بيزعق تعالى هنا عشان نفتشك. وهم بيجروا ورا الراجل الأشرار رجعوا لهم، وواحد من الأشرار قال جه وقت نصفي حساب الليلة اللي فاتت. وبعدين نقلنا للخناقة بين كالدستر وريزرد هيد، وكالدستر سأل ريزرد هيد مالك تعبت ولا ايه؟ ريزرد هيد رد انا بعتذر لك، انا كنت غلطان ومفيش حاجة تخليني عايز اقبض عليك. لما حاجته من على الارض وقال لكالدستر انا شايف انك شرير. كالدستر رد وقال له بسمعها كتير دي. ريزرد هيد قال له اسف تاني وبدأ يمشي. بعد كده ريزرد هيد فكر مع نفسه انا شايف انه قوي عشان قوة المسح ما اثرتش فيه، بس ده ما يقللش من شك فيه ولازم أبلغ عنه البوليس. وبعدين نقلنا الكويتشي اللي كان بيهرب من الأشرار. الراجل اللي معاه السكينة اللي بيجري ورا هلو مش هتعرف تهرب مني المرة دي نط عليه، بس كويتشي
تفادى الهجمة. لما ابتدى يتحرك تاني، الراجل المطافي كان مستنيه وقال له أنا هنا أهو. بس كلادستر جه من ورا الراجل المطافي وراح مديله بوكس. بعد كده رمى طوبة على بتاع السكاكين وسأل كاوتشي فين البت. كاوتشي رد بتجري ورا الموظف. راحوا ناحيتها بس بتاع السكاكين حاول يلحقهم. فجأة ريزر ظهر ومسكه وقال له انت كمان شرير. بعدين قلبنا على خطوة بوب اللي كانت بتجري ورا الموظف. لما قربت تمسكه، التنين الشرير ظهر وخبطها، خلاها تخبط في الموظف فوقع الشنطة بتاعته. الموظف حس بزعل شديد على التماثيل بتاعته، وبعدين فتح واحد من التماثيل وحقن نفسه. بعدها اتحول لعملاق ومسك خطوة بوب. بعدين مسك التنين الشرير وابتدى يلف بيهم في المدينة، وده خوف ناس كتير. بعدين كلادستر ظهر وراح ضرب العملاق، بس كلادستر قلع على الأرض بسبب قوة الخرم اللي كانت مخليه يطير من شوية. بعد كده العملاق وقع، فخطوة بوب اتزحلقت من إيد العملاق وكانت هتقع على الأرض، بس كلاتش جري ناحيتها وتسلق الحيطان وطار لفوق ومسكها في الهواء وسمح لها تستخدم قوة النط بتاعتها الخارقة. بس كلاتش ما قدرش يستخدم موهبته تاني وقرب يقع على الأرض، بس الوحش حاول يمسكه. كلاتش استغل دراع الوحش وده بطأ نزوله، رمى نفسه على كومة زبالة عشان ما يتعورش. بعد كده الوحش كان هيخبطه برجله، بس ريزر ظهر فجأة ومسح قوة العملاق من الموظف ورجعه لحالته الطبيعية وقال له مسحت قوة العملاق، بعد كده انكمش وهنقبض عليه. بعد كده الشرطة قبضت على الأشرار وكلادستر روح بيته، بس ريزر راح له وسأله لو محتاج مساعدة. كلادستر رد أنا مواطن مهم ولازم أساعد الأبطال. ريزر قال له إن لعبة العيال اللي بيلعبوها دي هتعرضهم للخطر. كلادستر قال له إنهم بيعملوا الحاجات الأبطال الخارقين ما يقدروش يعملوها، وقال لريزر إن الأشرار اللي اتقبض عليهم دول ممكن يتعالجوا قبل ما يعملوا حاجة غلط. ريزر قال له أي اعتداء على حد ما عملش جريمة هيخليك أنت المجرم. لا، كلادستر قال المنطق ده تمام، مش صح إننا ما نقدرش نتهم حد غير لما الفعل يقع. ريزر رد يعني أسهل الواحد يطلب السماح بعد الغلط ما يحصل بدل ما يستأذن قبلها. كلادستر قال له عندك عيوب زي باقي الشخصيات الشريرة. كلادستر رد سمعت الكلام ده قبل كده، وبعدها مشي. نقلنا على بوب ستيب وكويتشي اللي سأل كويتشي عن حاله. قال له إنه كويس بس حاسس بتعب شوية، بس لازم يتدخل بس في اللي فهمه، وإن المعارك دي كأنها فيلم بطولة عشان في الآخر وقع وحس إنه ممكن يموت. بوب ستيب قالت له إن الموضوع ده كله بيضايق وقال له يبعد عن التفاصيل الصغيرة. كانت عايزة تشكره بس بعد المضايقة دي ما عملتش كده. بعد كده كلادستر جه وقال لكويتشي أنا هقول لك ليه وقعت. قال له ينط أبعد من كده، والموضوع كله في النزول. قال له حلو إنك عرفت تقلدني وإنت بتنزل على شكاير الزبالة، بس لسه في كتير تتعلمه. كويتشي قال لكلادستر أنت قلت لي إني مش تلميذك. كلادستر رد أنت اللي ناديتني يا أستاذ. كويتشي قال دي زلة لسان وكلمة أستاذ تقيلة على لساني. كلادستر قال له ده سبب تاني، اللي بيقوله أو بيحسه هو الحقيقة بس. قال له اكتشف ده يا بطل. كويتش استغرب مش ده كلام فيه تحكم شوية؟ بعد كده بوب ستيب راحت مكان فيه 2 أبطال خارقين بيتخانقوا مع بعض، وقعدت تتفرج على الخناقة وهي بتبلغ كويتشي. كويتش افتكر زمان لما كلادستر قال له إنه عنده حاجة ليه هتعجبه، واداه المعدات دي، وقال له إنها زي ركوب العجل، وإن في كمان دروع يلبسها تحت الجاكيت وساعتها يقدر يجري بأقصى سرعة. بعد كده راح للأبطال الخارقين بس معرفش ينزل كويس، وده اللي خلاه يقع على شكاير الزبالة. افتكر كلام كلادستر ليه عن إنه محتاج يغير اسمه. كويتش قال لهم اسمه الزاحف. الكائنات الخارقين سألته انت مش الواد الطيب الكويس؟ كويتش رد لا أنا الزاحف. بعدين كويتشي قال لهم يبطلوا خناق، بس ما عجبهمش كلامه وواحد منهم وجه له بوكس. بعد كده كلادستر جه وهاجمهم عشان يضربهم، بس كويتش وقفه وقال له ملوش لزوم. كلادستر قال له الضرب أسرع نتيجة مع الناس دي، وإنه بيخليه يحس إنه أحسن. كويتشي قال له ما ينفعش تضرب حد عشان مشاعرك بس. كلادستر سأله ليه لأ؟ بعدها بوب ستيب نط وجري عليهم وسأل الكائنات الخارقة ممكن أتكلم معاكم؟ ده فاجئهم وقالوا إنهم من متابعينها وبيتفرجوا على كل حلقاتها. هي قالت استنوا أمضلكم، وهي بتمضي قالت الاتنين اللي ورايا دول مش وحشين بس قليلين الأدب. بعد كده سمعوا صرخة لفتت انتباههم. بعدين نقلنا على الوحش اللي في الناحية التانية، وحش صخري عمال يقول محدش يقدر يهزمني.
راح مدي بوكس في المبنى كسره، وطفل وقع من عربيته وكان هيخبط في الأرض، بس كويتشي اتحرك بسرعة وأنقذ الطفل. بعدها كالدستر هجم على الوحش وراح مديله بوكس، بس الوحش ضرب كالدستر ورجعه لورا، وقع على الأرض. الوحش ساعتها صرخ محدش هيقدر يأذيني تاني. بعدها كويتشي وكالدستر هجموا على الوحش واشتغلوا مع بعض عشان يوقعوه. بوب ستيب قال الأبطال بول بيحاولوا يوقفوا مخدر منتشر اسمه تراجر بيخلي الناس تتحول لشريرة، وهم متطوعين في الموضوع ده. بعد ما الوحش وقع على الأرض، كالدستر راح مديله كام بوكس سريع قضى عليه. كالدستر قال له كنت غلطان لما فكرت إن الدرع اللي عملته بالعجلة دي حاجة جامدة. بوب ستيب قال له أنت دايما بتبالغ. بعد ما الوحش رجع لطبيعته، كالدستر حاول يتعرف عليه، بس كويتشي قال له أنت اديته علقة موت. بعدين رحنا لأم الطفل شكرت بوب ستيب. بوب ستيب رد ولا يهمك وهزر مع الطفل. بعد كده كبلوا الراجل الشرير، وكالدستر طلب من كويتشي يصور لسانه. بوب ستيب لاحظ إن أي حد بيستخدم مخدر التريجر لسانه بيسود، وحذر الكائنات الخارقة إنهم ما يعملوش كده. كويتشي قال إن الشرطة جاية، وكالدستر جري بسرعة، وبوب ستيب نط عالية. الكائنات الخارقة سألوا كويتشي انتوا مين؟ كويتشي رد احنا الأبطال الخارقين، ومشي هو كمان. بعدين الشرطة وصلت لمكان الجريمة. المحقق قال الشرير ده لسانه اسود، يبقى اكيد استخدم مخدر التريجر، بس وش متبهدل ليه كده؟ اعتقد كان في حد معاه في الخناقة. مساعد المحقق قال له تمام كده. كويس عشان بيسهل شغلنا. المحقق رد احنا عندنا قوانين ومحدش المفروض يكسرها. وقالوا انا شايف ان في كائنات خارقة مش مرخصة داخلة في الموضوع، بس ده غلط ولازم ياخدوا بالهم منه. دلوقتي نروح بيت البطل، حيث نوع بوب كان بيقرأ الأخبار وذكرني الكل بيتكلم عن خناقة النهاردة. كويتشي سأل قالوا ايه عننا؟ ردت مش كتير، بس ظهر الكل مسميك الواد بتاع اللكمة القوية والزحاف. كويتشي راح الجامعة وهو بيفكر إنه حتى لو بقى بطل برضه لازم يدفع الفواتير، لازم يلاقي لقمة عيش، والوقت اللي كان بيقضيه بين الدراسة والبيت والشغل كان بيحس إنه أهم فترة في حياته. اتسلل في حارة، استخدم قدرته عشان ينط على السطح ويتسلق من الشباك، وقال إنه وصل البيت، مضيفاً إنه عادة عايش لوحده. واحد غريب قاعد على ترابيزته بياكل أكله وبيشرب قهوته المعلبة. رحب بيه بكل برود، يا صاحبي البيت بيتك اتفضل. وده صدم كويتشي، مين ده اللي بيشرب حاجتي وبياكل أكلي وبيتفرج على تلفزيوني؟ الراجل عرف نفسه، هو كان ناكل داستر معلم كويتشي. شايف أنا مش واحد ماشي بالعافية، قال. كويتشي تمتم إنه لسه مش مقتنع. سأله إزاي ناكل داستر دخل والباب مقفول من الشباك. ناكل داستر رد، بصوا على الشباك لقوه مكسور. كويتشي فتح الباب اللي بعده ولقى بنت بتجري من جنبه، بدأت تحط مكياج وقالت له إنها بوب ستيب. إيه يا بوب؟ كويتشي قال، مضيفاً إن شكلها وهي مش لابسة لبس الشغل عادي جدا. بوب ستيب زعقت وقالت له ما يقولش كده تاني. كويتشي فكر ناكل داستر إن الدورية بتاعتهم مش هتبدأ غير بالليل، صح؟ ناكل داستر قال إن شغله الصباحي خلص بدري فبقى فاضي. بوب ستيب قالت إن عندها حفلة ولازم تغير هدومها وحذرتهم إن هم ما يبصوش. كويتشي وعد إنه مش هيبص، واستغرب إمتى الستارة دي اتعلقت. رمت جاكيت ناكل داستر على جنب وقالت إن المكان ده بتاعها. ناكل داستر أشال إن المكان مشترك. كويتشي ضاف في الحقيقة ده مكاني أنا، تمام؟ مسك شنطته وقال إنه ماشي لشغله الإضافي. ناكل داستر قال له يعمل اللي هو عايزه. بوب ستيب ودعته بإيديها. كويتشي تمتم لنفسه، ده شقتي في الأول وفي الآخر. في الشغل كويتشي فكر أنا بعمل إيه في شغل زي ده؟ شغلانة زي دي؟ كان سرحان في أيام أحسن، فاكر إن حياته المفروض تبقى أحسن من كده، وإنه ما عملش صاحب واحد من ساعة ما دخل الجامعة. في نفس الوقت بوب ستيب كانت بتقدم عرض، الجمهور كان ميت فيها، فرحت معلية صوتها في الغنى. عيل صغير حاول يزق عشان يسلم عليها، بس راجل زقه لورا، وقعوا في الأرض وقال له خليك في الصف. راجل تاني جه وقال له إنه فهمه، بس العيال لازم تستنى برضه. واحد لابس نظارة زود وقال لو الواد ده اقتحم المسرح هيعيط بوب ستيب، خليه يشجع من مكانه، حول مشاعك اللي بتحرق لنور، خلي حبك ينفجر. وراح مزعق وطلع شعاع نور من نظارته. بوب ستيب شكرته على عرض النور الجامد ده. الواد وهو متعصب قال عليهم كدابين وقال لهم يسكتوا، وحقن نفسه بحاجة وتحول وراح نط على بوب ستيب. كويتشي كان لسه مخلص شغل وقال لنفسه عنده وقت ياخد بريك. فجأة بوب ستيب عدت بتجري ووراها وحش بيجري وراها.
نطت على الأسطح بس معرفتش تفلت منه. ناكل داستر وصل واقترح هجوم من الجنبين. بوب ستيب فضلت تجري وتزعق للوحش عشان يبعد عنها عشان مقرف. كويتشي عرف يمسكه. ناكل داستر اتمرجح من الناحية التانية بس الضربة ما جاتش فيه. الزحليقة اللي مغطية الوحش خلت كويتشي يفقد السيطرة والأبطال الاتنين اتزحلقوا ووقعوا. بوب ستيب استخبت في حتة ضيقة بين عمارتين. الوحش قعد يدور عليها. كويتشي لده عليها وقال لها ده كان عايز يسلم عليكي بس ده معجب. بوب ستيب طلع التاني. الوحش مد ايده سلمت عليه. الوحش عيط وطلب حضن وحضنها جامد وحتى حاول يبوسها. كويتشي وناكل داستر كبوا عليهم دقيق. الدقيق بيمتص الرطوبة. دلوقتي نقدر نطبخ التعبان الناشف. ناكل داستر بيهزر. هجموا عليه وكتموه ورجع لصورته الآدمية. كويتشي لاحظ إن اللي بيستخدموا المحفزات بينتهوا عريانين عشان هدومهم بتتقطع، عشان كده بتضربهم قبل ما يتغيروا. ناكل داستر قال وصفارات الشرطة قربت. كويتشي قال إنهم خلصوا شغل الليلة دي. بوب ستيب أصرت تاخد دش الأول. في شقة كويتشي بوب ستيب طلبت منه يشتري شامبو نظيف. الرخيص بيبوظ الشعر. ناكل داستر قال لكويتشي إن البيلة خلصت. كويتشي أشار لناكل داستر إنه شاربها كلها. ناكل داستر قال له بس يشتري تاني. بوب ستيب قالت لناكل داستر يبطل يلف نص عريان. رد عليها وقال لها ما عداش من ورا الستارة بتاعته. قعدت تديله محاضرة في الأدب وقالت له يدخن بره عشان ريحتها ما تبقاش سجاير. عمرك سمعت عن معبود ريحته دخان؟ طنشها. فده زود غضبها أكتر. مين ده؟ قال لها يروح يعلق الغسيل وطلع على السطح. في مكان تاني المباحث سكوتشي وتانوما كانوا بيتكلموا عن قضايا الأشرار المفاجئة اللي ظهرت مؤخرا. كل واحد كان واخد دواء في مادة تريجر اللي هي IDO. تانوما لاحظ ان تريجر ده منشط للقدرات الخارقة مش معتمد من الحكومة، ودلوقتي غرق السوق السوداء اللي هو ماركيتا دريم، الدواء اللي بيدي اي حد قوة الابطال. بس النظام الاجتماعي اهم من الاحلام. سكوتشي قال ان اغلب الحوادث حصلت في منطقة ضيقة قريبة من المحطة ومنطقة وسط البلد القديمة شرق ناروهادا. تانوما لاحظ ان ده هيسهل تتبع المصدر. سكوتشي زود وقال ان كل واحد اتحول قال انه خد تريجر من واحد غريب، يمكن عينات مجانية لمنتج جديد. تانوما استهزأ وقال مين هيدي أدوية غالية زي دي ببلاش، وقال إن معرفة الدافع هي المفتاح. خمن إن ممكن ده يكون بيان سياسي عشان يضايقوا السلطات أو استثمار لهدف أكبر. خياله كان واسع قوي فمحتاجين يركزوا على الواقع. رجعنا عند بيت كويتشي. كويتشي سأل بوب ستيب لو جالها رسالة. قالت له إن الاتنين اللي كانوا جنب الولد اللي اتحول قالوا إنهم قابلوه في العرض. كويتشي سأل لو الولد اتفرج عنه. بوب ستيب ما عرفتش بس استبعدت إنه كان قاصد يأذي حد، أكيد حد ضحك عليه واستخدم الدواء. هي خمنت ان الاتنين دول فاكرين ان ممكن يكشف مين اللي اداله الدواء. كويتشي قال ان الولد ممكن يكون خيط كويس واقترح يتصلوا بمرشدهم. بوب ستيب قالت له استنى، لو نيكول داستر شاف الولد تاني هيضربه. كويتشي حط التليفون وقال هيخلي الراجل العجوز ده بره الموضوع دلوقتي. كويتشي وبوب ستيب خرجوا مع بعض. كويتشي كان ماشي بسرعة. بوب ستيب طلبت منه يهدي عشان تعرف تجاريه، عشان هي متعودة تتنطط وهي لابسة الجزمة دي. قال لها ماشي، امسكي في دراعي. قابلوا مجموعة بنات عرفوا بوب ستيب. واحدة سألتها لو عندها عرض تاني النهاردة وقالت لها النضارة لايقة عليها أكتر من رقعة العين وطلبت صورة. كويتشي صورهم. البنت بعد كده سألت لو كويتشي ده حبيبها ولو هيعلنوا الموضوع ده رسمي. بوب ستيب قالت لها مش كده خالص، لا ده غلط تماما. غلط. كويتشي زود. بوب ستيب متضايقة سألته ليه بينكر بسرعة كده. كويتشي استغرب هي زعلت ليه. هي قالت للبنت ده مجرد مدير أعمالها بيساعدها. البنت قالت مع السلامة. كويتشي علق إن بوب ستيب شكلها شعبية قوي. الراجل أبو نضارة اللي بيطلع شعاع نور ظهر عرف نفسه باسم سامازو وقال إنه مبسوط إن شاف بوب ستيب وسلم على كويتشي. بوب ستيب سألته عن صاحبه نامي مارو. سامازو قال نامي مارو راح البيت يجيب شوية حاجات مع واحد تاني وهم جايين في الطريق. سامازو اقترح يكملوا كلامهم في قهوة قريبة. بوب ستيب وافقت بس قالت المشي باللبس ده ممكن يكون محرج شوية. فجأة نيكل داستر ظهر وسألهم بيعملوا إيه، فخد كويتشي. كويتشي قال إنهم بس حيشربوا حاجة. نيكل داستر قال ممكن يقعدوا هنا ويشربوا لو عايزين. سامازو همس يا لهوي ده مصدر المصايب كله بكى هنا، نعمل إيه دلوقتي؟ بوب ستيب طلبت من كويتشي يخترع أي عذر. يلا بينا نروح للبنت اللي اتصورت مع بوب ستيب، اسمها هاتشيسوكا وكانت مبسوطة بالصورة. صاحبتها قالت لها ما كانتش تعرف إنه هاتشيسوكا بتتابع الحاجات دي، وقالت إنه هاتشيسوكا غريبة شوية. بس فجأة نحلة ظهرت ودخلت في عين هاتشيسوكا. لما ده حصل هاتشيسوكا قالت لصاحبتها إنها رايحة شغلها البارت تايم. صاحبتها استغربتها سألتها هتروح الشغل دلوقتي؟ وصاحبة تانية سألتها مش هتيجي معانا الكاريوكي؟ هاتشيسوكا قالت لهم
مش المرة دي، يمكن المرة الجاية، ومشت. بعد ما بعدت لوحدها، هاتشيسوكا عرفت نفسها أكتر وقالت إنها طالبة في ثانوي وبتشتغل بارت تايم كشريرة. الحاجة المميزة بتاعتها إنها ملكة النحل، وعندها سرب كبير من النحل فيه مواد كيميائية ضارة. شغلها إنها تستخدم كل ده عشان تعمل مشاكل في المدينة. أطلقت النحل على الناس في المدينة، وده سبب إصابة الناس وتحولهم لوحوش بدأت تهاجم الآخرين. ده في الآخر فصل تاروت عن نامي مارو. بعد كده نروح لضابط الشرطة اللي بيبلغ المحقق سوكايتشي إن مجموعة كبيرة من الوحوش الأشرار ظهرت فجأة مرة واحدة في منطقة ناروهاتا التجارية. المحقق سوكايتشي بيقول إنه حيطلب انتشار طوارئ في المنطقة دي فوراً. بعدين نقلنا على كويتشي وبوب ستيب. العجوز بدأ يجري لما شاف النحلة الخطيرة بتطير طايرين فوق راسه. بوب ستيب حكت لهم عن رسالة وصلت لها عن شوية أشرار هيظهروا 10 على الأقل. كوداش قال ده مستحيل. فجأة شافوا البطل أرجت اللي كان أول واحد وصل للمكان. بعدها الأبطال كلهم ظهروا وهجموا على الأشرار، ومنهم بطل اسمه ماهي. الأبطال كسبوا الأشرار كلهم. بوب ستيب قالت إنها كانت فاكرة إن الأبطال خلصوا من المشكلة. كوداش سأل طب فين المدرس راح؟ وإيه اللي مستعجله كده؟ بوب ستيب قالت ما عندهاش فكرة. بعد كده نقلنا على كوداش اللي مسك نحلة خطيرة، وبعدين رحنا لنامي مار اللي كان بيدور على تاروت. كوداش ظهر ورا نامي مار، مسكه وقال له إنه شاكك في واحد غريب قريب بيستخدم النحل. كوداش دمر النحلة، وده خلى هاتشيسوكا تتعور وتنزل دم. هاتشيسوكا قالت إنها ما بتطقش الناس اللي بتعامل البنات الصغيرين وحش. تاروت كان جنبها وسألها إذا كانت كويسة. هاتشيسوكا ردت أكيد كويسة، وقالت لتاروت إنه لذيذ قوي. حضنته وقالت له يجي معاها. تاروت قال بس أصحابي مستنييني. قالت له مش أنا صاحبتك برضو؟ وبعدين قالت يلا بينا، وورته موبايلها عشان يشوف الصورة مع بوب ستيب. نرجع بقى لفريق كوداش. نامي مار وصل وحكى لهم اللي حصل معاه وإنه ضيع تاروت. كالدستر ضرب بالبوكس واحد من الشخصيات الغريبة اللي كانوا أعضاء في عصابة من 3 بيعملوا مشاكل للناس في المدينة. بعد ما منعوهم من أفعالهم الوحشية، كوتش قال لسانهم مش أسود، يعني ملهمش علاقة بالموضوع. بس كوتش بص على كالدستر وافتكر كلام نامي مار لكالدستر عن إنه لازم يواجه اللي بيستخدموه النحل. بعد كده كالدستر طار في السماء، وراه كوتش وبوب ستيب. بعدين نروح لسطح كوتش وهو بيتمرن مع كالدستر. كوتش سأل كالدستر إذا كان ليه علاقة باللي بيستخدموا النحل. كالدستر وجه لكمة قوية لكوتش خلت بوب ستيب تتصدم، بس كوتش قال مش شايف نفسي نافع في القتال بالإيدين أصلا، يمكن حتى ما نضيرش وقت في التدريب ده. قال كالدستر رد عندك حق، وقال له إنه هياخد كل الضربات. قلع وقيات اللكم ورماها على كوتش وطلب منه يلاقي طريقة تانية يتعامل بيها مع الأمور. بعد كده راح نازل ضرب في كوتيش، كان ضربة خلاه وقع على الأرض. بوب ستيب قرب من كوتيش عشان يشوفه عامل إيه، وقال لكالدستر بالراحة عليه شوية، ده كوتيش تعبان قوي. كوتيش لاحظ وقال إنه أخد باله متأخر إن كالدستر كان ماسك نفسه عليه، وقال لو كان ضربني بكل قوته كان زماني ميت. وده برضه بينطبق على الأشرار، هو بيوقف قبل ما يقتلهم وكأنه بس بيزود قوة بسيطة. بوب ستيب رد وقال القوة الزايدة برضه قوة زايدة. بعد كده نقلنا على هاتشيسوكا اللي كانت بتكلم القائد بتاعها في التليفون. قالت له إنها كانت بتستخدم الزنات كتير قوي، وإن اللي فاضل معاها كمية محدودة. إيه المشكلة؟ ما احنا خدنا منه البيانات مش كده؟ سألته. رد عليها وقال لها الموضوع موضوع كفاءة، وده بيأثر جامد على الحالة النفسية للشخص وبيأثر على قدراته البدنية، والقدرات مش استثناء. هاتشيسوكا وقفت عشان تشتري آيس كريم وصورتها، والقائد بتاعها قال لها قوة الإرادة ضرورية عشان تستخدمي قدرة عادية. هاتشيسوكا سألته طب والأبطال؟ أكد لها إن ده صحيح برضه بالنسبة للأشرار، وقال لها الناس اللي بندور عليهم جواهم شغف متفجر وكلهم مستعدين يشدوا الزناد بنفسهم. هي لقت إن النوع ده من الناس مزعج. بعد كده رجعنا لهاتشيسوكا ومعاها واحد من مساعديها اللي قال لها إنها فعلا اتختارت عشان تطلق غضبها. سألها بتقول إيه يا أهبل؟ ردت عليه وقالت له شكلك مشغول بحاجة تانية ومتوقعة إنك هتعرف تتصرف. اتعصب وزعق ما تستهبليش. هاتشيسوكا قالت له طلع الغضب اللي جواك وحوله لقوة، وحقنته بالزناد حولته الوحش. راح مديها هاتشيسوكا بالبوكس بس هي تفادته وطلعت لفوق وبتحس إنه يوريها غضبه من فوق. وبعد كده قالت له حارب أي حد محدش شايفه غيرك. وبعدين نطت على الأرض بهزر طبعا. الشخص اتحول بالكامل لوحش عملاق وبدأ يخرب في المدينة.
كوتيش جري على هناك، وبعد شوية بوب ستيب انضم له وسأل كوتيش هنقدر نتعامل مع الموقف ده؟ وفجأة الوحش هاجم كوتيش وراح مديله بالبوكس. كوتيش عرف يتفادى الضربة وقال لبوب ستيب طلع الناس من المنطقة دي وأنا هشغله لحد ما بقية المحترفين يوصلوا. بوب ستيب طار لفوق في السماء وقعد يزعق للناس عشان يعرفهم بالوحش وإنهم لازم يخلوا المدينة، والدنيا اتقلبت خربانة والناس جريت في كل حتة. في نفس الوقت الوحش مكمل ضرب في كوتيش واداله كام بوكس، بس كوتيش عرف يفلت منه. لما الوحش حاول يوقع واحد من أهل المدينة، كوتيش نط بسرعة عشان ينقذه وسأله إذا كان كويس وقال له يجري بسرعة. الوحش قرب من كوتيش وكان هيقبضه، بس كالدستر اتدخل في اللحظة الأخيرة وادى الوحش ضربة طيرته بعيد، بس الضربة ما هزتش الوحش وراح مهاجمهم تاني. عرفوا يتفادوا الضربة، وكالدستر قال لكوتيش يجمع قوته الداخلية ويركزها في قبضته في اللحظة اللي هيضرب فيها. كوتيش قال له إن الموضوع خطر إنهم يقربوا وإنهم لازم يحاصروه من بعيد. كالدستر أصر إن ده ملوش لازمة وقال له الضربة بتجيب ضربة. الوحش هجم وادى كام بوكس، بس كالدستر تفادى كتير وكمان رد بضربات، بس الوحش جمع قوته وراح ضارب كالدستر اللي تفادى الضربة ورد بضربة قوية في نفس الوقت وقعت الوحش على الأرض. كالدستر لاحظ إن ضربات الوحش دي سريعة وقوية وبيحط كل قوته في الضربات الحاسمة. لما بيهجم بكل القوة دي بقية جسمه بتبقى ضعيفة، فمواجهته بتبقى سهلة بس برضه خطيرة جدا. كالدستر كان بينزف وقال إن الوحش ده شرس وضخم وده خلاه عدو غلس قوي. لما الموضوع بيوصل للأشرار يا بيحاربوا بجد يا يروحوا بيتهم. بعد كده رجعنا لسطح كوتيش حيث كالدستر كان بيتمرن مع كوتيش. كالدستر قال إنه بقاله كتير بيحارب ناس ضعيفة، بس ده مش مريحه، بابه مفتوح لأي مجرم كبير وخطر زي اللي فات ده. وكمل تدريب وقال لكوتيش إن رجالة كتير زي دول مش بيشتكوا لو موتهم بالضرب. كوتيش رد وقاله أظن إنهم هيشتكوا. كوتيش خد بالصدفة بوكس من كالدستر في التدريب وكالدستر اعتذر له. بوب ستيب عالج كوتيش اللي كان مبسوط إن كالدستر رجع لأحسن حالاته. ستيف سأل كوتيش ليه هو مبسوط إنه اتضرب؟ أنت عبيط؟ بننتقل لهاشيسوكا اللي كانت برضه بتتكلم في التليفون مع قائدها. قالت له إنها اختارت راجل قوي المرة دي، بس الناس دي رجعت تتدخل تاني، وبالذات الراجل العجوز ده بجد بينرفز الواحد. القائد طمنها وقالت لها وجودهم مفيد عشان بنعرف نجمع معلومات عن القتال من غير ما البوليس ولا الأبطال يضايقونا، وقالت إنها عايزة الوضع ده يفضل زي ما هو. هاتشيسكا ردت وقالت إنهم بيموتوا في القبض علينا. القائد قالت لها لمي المعلومات بس مش بالزيادة، وكده هتبيني إنك منسقة شاطرة. هاتشيسكا سألت هو ده شغلي؟ فجأة واحد قرب منها وسألها انت هاتشيسكا؟ ردت وقالت له جسمك رياضي قوي يا أستاذ. قال لها ما كنتش أعرف إنك بالجمال ده. مسكته وقالت له يلا بينا، كفاية تعارف بقى. الراجل رد وقال لها انت مندفعة قوي، متأكدة؟ قالت له مش قادرة أستنى أشوف جنانك يا أستاذ. مشوا مع بعض وبعدين ننتقل لواحد شرير بيجري بسرعة في المدينة والبطل أنغام بيطارده. أنغام نزل من عربيته وجري ورا الشرير عشان يمسكه، وقبل ما يلحق يمسكه الشرير تفادى وضربه بالبوكس خلاه يقع على الأرض ويتخبط في الحيطان ودرعه اتخربش. أنغام قال كويس إن في أكياس الهوا. نروح بقى الكوتيش بيتمرن الصبح بدري، بيقول مفيش حد حواليا في الوقت ده فممكن أتمرن على التزحلق والانزلاق براحتي. فجأة شاف واحد تاني بيجري وقال في واحد تاني بيتمرن، قال هيسبقه ويزود سرعته ويعدي من الراجل ده. وهو بيبص على إيديه قال المشكلة الحقيقية هي الفرامل. بيتسائل لو في حاجة ممكن يعملها، واقترح إنه ممكن يضيف مسامير لبعض الجوانتيات. لما عدى من الراجل زود سرعته وقرب منه، وده خوت كوتيش. حاول يوقف بس كان هيتخبط في الحيطة، بس الراجل ساعده وأنقذه. بعد كده الراجل اعتذر لكوتيش وقال له كان هيخليك تخبط في الحيطة، وسأله إذا كان طالب هنا. كوتيش رد وقال له إلى حد ما، والراجل عرفه بنفسه وقال إنه أنغام بتاع السرعة ومد إيده عشان يسلم عليه. كوتيش اتفاجئ وسلم عليه وقال له ده شيء عظيم وإنه معجب بيه جدا. أنغام شكره وقال له تزحلقك حلو، وسأله قدرتك دي بتشتغل إزاي، وسأله إذا كان في حاجة بتطلع من رجله أو إيده. كوتيش قال دي نوع من القوة الطاردة. أنغام سأل تقدر تمتلك
لما أنت بتتحرك لقدام بس. كوتيش رد أنا ممكن أتحرك في أي حتة، وابتدى يوريه قوته. وجينيم قال له دي قدرة جامدة قوي بصراحة، بس هو مش قد كده في اللفات السريعة، وقال إن أخوه الصغير أصلا ما بيعرفش يلف خالص وبيتخبط في الشجر. كوتيش اعترف إنه هو كمان بيتخبط في الحاجات لما بيجري بسرعة، أو بمعنى أصح مفيش فرامل، وغالبا بيوقف باستعمال روح جزمته، بس لو في قوة دفع كبيرة بيفقد السيطرة. وجينيم قال له المشكلة ممكن تكون في طريقة استخدامه للقدرة بتاعته. سأله أنت بتعرف ترجع لورا صح؟ كوتيش قال له بدل ما تشوفها على إنها واقفة، مش ممكن تعوض قوة الدفع دي بإنك تجري فجأة في الاتجاه المعاكس؟ بعد كده كوتيش عملها ونجح، وبعدين انبهر قوي وابتدى يكررها تاني وتاني. قال الموضوع ده اتحل. جينيم رد لسه محتاج شغل، بس دي ميزة كبيرة في الحركة السريعة والمناورات الضيقة، مش كده؟ كوتيش قال له بس لما بفكر فيها قدرتي على الجري بسرعة مش فارقة معايا قوي. جينيم قال له لا، السرعة مهمة جدا. وقال لما الناس بيقعوا في مصيبة أو هجمة شريرة تعرف بيفكروا في ايه؟ كوتيش رد ايه؟ حاجة زي الحقني؟ جينيم قال له لا، بيفكروا بالسرعة الحقني. وقال له إن في المواقف اللي بتهدد الحياة كل واحد بيحس بالخوف زي الطفل التايه، وإنت محتاج تجري بأقصى سرعة تخطفهم وتنقلهم لمكان آمن، عشان السرعة هي أهم حاجة للبطل، وده اللي هو شايفه. سأل كوتيش كطالب إيه رأيه ينضم للمنظمة بتاعته بعد التخرج عشان يستغل قدرته. كوتيش قال له أنا ما عنديش رخصة. جينيم رد دايما في فرصة تاخد رخصة وإنت شغال في الميدان كموظف دعم، عشان في قدرات عندنا لازم نستغلها عشان مصلحة المجتمع، مش كده؟ قال له إنه بيبني فريق أبطال وعندهم كمان قدرات مركزة للتوظيف. بعدين بنواجه التحديات باستعمال قوتنا الجماعية، ودي طريقتنا. مدله الكارنيه بتاعه وقال إنه في فريق التحرير. بعد كده استعد للجري تاني وقال لكوتيش يتصل بيه لو كان مهتم. مشي وكوتيش بص على كارنيه أنجينيم وحس بفرحة. بعد كده نرجع تاني للوحش اللي كان أنجينيم بيطارده. كان وشه في وشه. أنجم كان بيجري وراه، والوحش قال له انت بتجري أسرع من المرة اللي فاتت، شكلك خفيت حمولة زيادة. وهو بيجري ورا الوحش أنجم افتكر كلام المساعد بتاعه عن خطورة الوحش ده، وإنه بيهاجم وهو بيجري بسرعة جنونية. فجأة الوحش قال له أخيرا فهمت خطتي، إني أضحي بنفسي عشان السرعة وخاطر بحياتي عشان أغلبك. بس أنجم قرب من الوحش وبيجهز له فخ، ورمى نفسه على دعامة إسفنجية. رجالة أنجم كانوا مستنيينه، ولما أنجم وقف فجأة قال للوحش وريني بقى هتقف إزاي. الوحش غرز رجله في الأرض عشان يقف، وفجأة فرد جناحاته وطار في السماء. أنجم فهم إنه دايما بيهرب بنفس الخدعة دي، ده مش متسابق شوارع، ده أقرب للخفاش. اتصل بواحد من فريقه وبلغه إن المجرم ساب الطريق السريع وبيتجه ناحية البلد القديمة، وقالت له إن الفريق التاني جاهز ليه. بعدها الفريق التاني اتحرك وبدأ يطارد الوحش. الوحش قال يعني شبكة بقى، شوية فاشلين ملكوش قيمة. الوحش هجم على الفريق التاني وقدر يهرب منهم برضه. واحد من الأبطال من الفريق التاني كان هيقبض عليه، بس الوحش استخدم جناحاته وطار بعيد. واحد من الأبطال في الفريق التاني قال ده متجه ناحية شارع باي فور. أنجم رد أنا في طريقي ليكو، وقال لهم ما تتهوروش. كان هيتخبط بعربية بس ما حصلوش حاجة، وكمل جري ورا الوحش. الصبح شاف كودش بيتحرك في اتجاه الوحش، وكودش عرقله. بعدها كالداستر وجه ضربة للوحش، وده أدى لهزيمته. لما أنجم وصل لقى الوحش متكتف، وده فاجئه. كالداستر وكودش وبوب كانوا قاعدين على سطح قريب من أنجم. كودش قال له الإضاءة كانت وحشة قوي، والمباني القديمة الكتير دي صعبت القبض على المجرمين. كالداستر قال له لما تعرف إزاي المجرم هيهرب وتوقفه لازم تكون عارف طبيعة المكان. كودش كشف عن نفسه لأنجم وقال إحنا الناس السعيدة اللي بتساعد المدافعين عن العدالة. مشيوا. واحد من رجالة أنجم سأله نطارد الغربة دول؟ أنجم رد لأ، سيبهم يمشوا، عملنا كفاية النهاردة. بعدين الكاميرا بترجع على كوتش اللي بيتمرن، وجينو مقرب منه من ورا وشكروا على اليوم ده. كوتش رد خضتني، وجينو ما عمل له ماسك انت اللي كنت هناك؟ كوتش قاله لأ، أنا مجرد واحد بيجري معرفش حد. وجينوم قاله لو قابلت الراجل ده قوله إنه بيجري كويس، واسأله لو ممكن يرجع الكارت اللي اداله، وده ضايق كوتش. وجينوم سأل كوتش لو فاكر كلامه عن القدرات المناسبة للشغل، وإنه لو لقى المهنة المناسبة ليه هيحترمه.
وبصفته واحد محترف دي أحسن نصيحة ممكن يقدمها له، وممكن يكون قلة ذوق يتكلم عن الشغل مع واحد زميله بيجري زيه. كواتش طلع الكارت واداهوله لجينوم وقال له يا جينوم انت بتنرفز الواحد قوي. هو اعتذر واقترح انهم يحاولوا يكونوا مبسوطين وجريوا مع بعض تاني. كواتش كان عنده ميعاد مع أصحابه الجداد وكانوا عايزين يشربوا شاي. كواتش قال لهم إن بيته قريب وإنه ممكن يعمل لهم شاي عنده في البيت. بعد كده راحوا بيته، بس العمارة كانت شكلها مرعب جدا من بره، وده خلى أصحابه يخافوا. كواتش مسك واحدة من أصحابه البنات وقال لها تعالي معاي وطمنهم، وقال لهم هيعمل لهم شاي وما يقلقوش. تاني يوم في الجامعة الناس كلها بدأت تتكلم عن كواتش، بيقولوا إنه حاول يخطف البنت جوه مبنى مهجور. الناس بدأت تحذر بعض وخافوا منه. بعدين كواتش رجع بيته لوحده ولاحظ قد ايه البيت واسع، وقال انها اول مرة يحس بكده. بعدين بوب ستيب وكول توستير ظهروا في حياته تاني. كالعادة اتخانقوا على كول توستير اللي بيدخن. بوب ستيب قالت لكول توستير انها حذرته كذا مرة انه ما يدخنش في الأوضة. كول توستير رد وقال لها انها مش قضية كبيرة وقال لها ما تقلقيش. بوب ستيب قالت انها بتقصر عمرها. كولتش فكر مع نفسه ان الحفلة دي عمرها ما بتخلص، بس البدلة دي مخلياني مستحمل كل حاجة. بعد كده الأخبار جابت خبر عن واحد اسمه يارو سرق محل مجوهرات والشرطة بتدور عليه. القوات الخارقة بدأت تدور عليه. بعدين في حارة قريبة من الشارع يارو اتشاف ماسك سكينة عليها دم وبيواجه واحد تاني خارق. بوب ستيب بعدين وصلت بيت كوتش وقالت إنها محتاجة تعمل بلاي ليست للحفلة اللي جاية. دخلت وقالت لكوتشي انت هنا يا كوتشي؟ رد عليها أكيد يا بنتي، ده بيتي. فتحت التلاجة، خدت كوباية حلويات وسألته بتعمل ايه؟ كوتشي قال لها بصلح البدلة بتاعتي اللي اتقطعت. بوب ستيب اقترحت عليه طب ما تجيب واحدة عمتن منها وخلاص، بس هو أصر لا لازم دي بالذات عشان لما بلبسها بتمليني بالشجاعة. بوب ستيب سألته البدلة دي بتثيرك يعني؟ كوتشي قال لها أنا قررت أكل كوباية الحلويات دي. بوب ستيب ردت أنا ما سمعتكيش بتقولي ما كلهاش، ولو مهمة قوي كده اكتب اسمك عليها. كوتشي قال لها مش مهم، هو انت ما بتعرفيش تتنازلي عن خناقة؟ بوب ستيب قالت له ما تعملنيش كده خالص. كوتشي قال لها المرة الجاية لما اجيب حلويات هجيب لك زيادة. وضحت له مش ده الموضوع، أنا بقول عليك بخيل عشان بتصلح البدلة بدل ما تجيب واحدة جديدة. كوتشي اتعصب وقال بدلتي مش متبهدلة، وبعدين بطلي كلام في الموضوع ده، مش هتنازل عنه. بوب ستيب قالت له خلاص براحتك. بعدها كوتشي وراها مجموعة بدل كتير وشرح لها دول مش رخاص، دول بضاعة حصرية للمعجبين المتعصبين، وبينزل منها نسخ محدودة كل سنة. أنا عندي كله إلا نسخة اتعملت من 5 سنين في العصر الفضي. بوب ستيب سألته يعني ناقصك واحدة؟ كوتشي قال لها أنا اديتها لحد وحكى لها حتى وأنا في الإعدادي كنت واخد موضوع إني أبقى بطل بجدية، وامتحنت الامتحان الأبطال الخارقين في مدرسة طوكيو عشان أدخل قسم الأبطال. في صباح الامتحان كنت متأخر جدا، وأنا بقرب من المكان سمعت ناس بتصوت على الطفل بيغرق. كوتشي فضل يفكر يعمل إيه ممكن يضيع عليه الامتحان، بس قرر ينط وينقذ الطفل. طلع المية مش عميقة قوي وإنقاذ الطفل كان سهل، وبعدها طلع وهوا سخن خبط فيه. سأل لو حد شاف هدومه، وست نولته هدوم. قال لها دي مش بتاعتي، دي بتاعت الولد، ورماها للولد قبل ما يجري على الامتحان. قال لبوب ستيب إنه اتأخر على الامتحان، وكتير كان بيتسائل لو كان هيستمر يحاول يبقى بطل لو ده ما حصلش، بس هو ساب روحه البطولية جنب بدلته الغالية. فالولد اللي حتى ما يعرفش اسمه قال لها إن الطفل ده بقى بطل خارق، واعترف إنه هو صغير حد أنقذه ونفسه يشكره قوي. كوتا شاف البطل الخارق ده في الأخبار وقال كويس إنه بقى بطل خارق. بوب ستيب قالت يا غبائك، يعني طول عمرك بتلعب ألعاب الأبطال بتاعتك دي. قالت له اللي عمله ده عبيط ومشيت. كوتا سأل بوب ستيب مالك متضايقة كده ليه؟ مش المفروض تشوفي الموضوع بمنظور جديد؟ بعدها بوب ستيب طارت ناحية بيتها وهي بتشتمه وتقول عليه عبيط. لما دخلت بيتها قالت لنفسها المفروض ما يتأثرش بسهولة كده، وقالت الولد اللي بيتكلم عنه ده هي، وإنها مش ولد أصلا. طلعت جاكيت كوتا وحضنته، بس هي بنت. افتكرت اليوم اللي حاولت تعدي فيه النهر واختصرت الطريق. بسبب المطر الأرض كانت زحلقة وده خلاها تقع في النهر، بس عمرها ما نسيت اللي أنقذها من ساعتها، وفضل في بالها مع إنها قابلته متأخر هو برضو أنقذها، بس مش لاقية طريقة تشكره بيها. افتكرت لما قال لها ما ينفعش تنسحبي من خناقة، صح؟ بوب ستيب قالت مش صحيح. حطت الجاكيت في شنطتها،
اشترت شوية حلويات وطارت لبيت كوتا. كوتا فتح الباب وسأل: في ايه، نسيتي حاجة؟ بوبستيب قالت: في حاجة عايزة اقولها لك. لما دخلت لقت كاليسترو جوه وده ضايقها. كاليسترو أكل الحلويات مع بوبستيب، وكوتا سأل: ما جبتيش ليه أنا حلويات؟ ردت: كاليسترو أكل نصيبك. كوتا سأل: كنتي عايزة تقولي ايه؟ هو الموضوع له علاقة باللي في الشنطة؟ بوبستيب زعل قالت: اللي في الشنطة ده بتاعي أنا لوحدي، ما تلمسوش خالص. مشيت وسابت كوتا محتار. كاليسترو سأل: إيه اللي جابها هنا تاني؟ نقلنا البيت بوبستيب، اللي قالت: ليه بيحصل لي كده؟ لما بصت على الشنطة ولبست جاكيت كوتا. بعد كده بنروح قسم الشرطة اللي أكيرا خرج منه بعد ما اتسأل عن حقنة التريجر. المحقق سأل أكيرا: مين اللي اداك التريجر؟ رد: معرفش، هما اللي بيتصلوا بيا. بعد كده أكيرا راح مخبأ هاتشيسوكا. هاتشيسوكا قال له: عندي جرعة جديدة. بعدها أكيرا ظهر كوحش في الشارع مرعب الناس. كوتا اتجه لمكان أكيرا وبوبستيب انضمت ليه. كوتا بيسأل: مش احنا قبضنا على الواد ده قبل كده؟ كنت فاكر انه هيتحبس للأبد مع الأشرار. بوبستيب قالت: الظاهر انك مش بتتسجل رسمي كشرير إلا لو فضلت ترتكب جرائم ليها علاقة بالقدرات الخارقة. مش كفاية مرة واحدة. كودا قال: أنا فهمت دلوقتي، يبقى الأحسن نوقفه قبل ما يبتدي سلسلة جرائم. اتحرك عشان يهجم. وبوبستيب قالت: هو دايما بيعمل كأنه بيدافع عن المجرمين. كودا هاجم الشرير اللي قال: انت تاني يا كودا؟ الشرير ضرب، بس كودا تفادى الضربة وحس بفرحة عشان الشرير نده باسمه، مش يا بتاع الكيك. بوبستيب قالت: مش المفروض تفرح لما شرير يناديك باسمك؟ الشرير هاجم تاني بس هربوا من ضرباته. كودا قال لبوبستيب: هو بيتحرك ورايا، انا هوجهه لمكان آمن. بوبستيب قالت: كولد سترو مش موجود النهاردة، وافتكرت لما قال لهم عنده شغل تاني. فكروا: هو بيعمل حاجات تانية؟ الشرير هاجم كودا وجاب فيه كام ضربة، بس كودا تفاداهم كلهم وقال: سرعة الشرير ده وقوته زادت. رحنا لهاشيسوكا اللي قال: اللي حقنته لأكيرا كان TRD، كوكتيل بيزود الدوبامين. النتائج زيادة ضخمة في عضوانيته النفسية وقدراته الخارقة عموما. مش هيعمل تأثير كبير صح؟ كان نفسي أشوف بنفسي الراجل ده جامد قد إيه. نقلنا الكودا بيتفادى هجمات الشرير وبيهرب من ضرباته وبيقول: الأرض اتدمرت. هجمات الشرير كانت صعبة التجنب وكان هيعرف يجيب فيه ضربة، بس في اللحظة الأخيرة الخارق اتدخل وصد ضربة الشرير اللي كانت متوجهة لكودايشي وزق الشرير بعيد بهجوم مضاد. بعد كده الخارق شن هجوم على الشرير ووجه له كام ضربة لغاية ما الشرطة وصلت. بوبستيب قالت: الشرطة وصلت. الشرير هرب جري على طول. بوبستيب قربت من كودايشي وقالت له: لازم نهرب دلوقتي. كودايشي بص للخارق وقال له: شكرا لإنقاذي. انت مين؟ الخارق رد وقال له: اسمه ستاندل، وانه متدخل زيه زي كودايشي. الكلام ده ملأ كودايشي بالفرحة. ستاندل قال: اشوفك قريب، ومشي. بعدين في بيت كودايشي كان بيعبر عن عدم تصديقه لمهارة ستاندل الرهيبة، ووصف ضربات سيفه كانت قوية ودقيقة قد ايه، وذكر كمان ان ستاندل كان شايل سيف زي بتاعه. بوبستيب قالت له: انت بتخلي الناس تأثر عليك زيادة عن اللزوم. بعد فترة قصيرة بوبستيب استقبلت رسالة من سامازو وطاقمه، قريتها بصوت عالي. الرسالة ذكرت مقاتل مشهور واستثنائي كان بيروح مدرستهم، مدرسة الرجل ذو الرعاية الحقيقي. مفيش بني آدم معصوم من الغلط. الراجل ده لما سمع عنهم طلب ميعاد في المطعم اللي قدام المحطة. كوتشي قال له: تمام، فكرة حلوة، أنا حابب أتعامل مع أهل البلد أكتر. وزود: مش قلتلك ده شبه ستانز قوي؟ المكان ده مليان ناس عندها حس عدالة قوي. نفسي الأبطال المستخبيين دول يبقوا أنشط، وأنا هعمل اللي عليا برضو. كالدر قال له: أيوة، بس اللي بيحاربوا بناء على إحساسهم الشخصي بالعدالة خطرين. ده كلام منطقي. كوتشي رد: ممكن يكون عندك حق. بوبستيب قالت لكوتشي: مش قلتلك ما تاخدش كلام الراجل ده على محمل الجد قوي؟ وبعدين قالت لكالدر: الراجل ده عايز يقابلني أنا وكوتشي بس، يا ريت ما تدخلش. بعدين في المطعم قابلوا الراجل. أول ما شافوه اتخضوا. الراجل سأل: إيه، العجوز مش معاكم ولا إيه؟ وبعدين سأل كوتشي وبوبستيب: انتوا فاكرين إني إيه بالظبط؟ كوتشي اتردد وهو فاكر اللي الراجل عمله، وقال: أنا شايفك، وسكت، مش عايز يقول عليه شرير صراحة. بوبستيب قالت: أنا شايفة إنك راجل بتاع تشهير وقتل. كوتشي وافق: طبعا عندها حق. الراجل رد: الكلام معاكم مضيع للوقت، ومشي. كوتشي سأل: هو كان عايز إيه مننا أصلا؟ بوبستيب كتفت: ومين مهتم، مش مستاهل.
في نفس الوقت الوحش كان لسه بيهرب، بس حد ضربه. فجأة ستاندل ظهر وقال له عزيمتك بتضعف بسبب الخوف اللي جواك. قرب منه ووجه له ضربة قوية قطع بيها دراع من دراعات الوحش. بعدين ستاندل عرض كام صورة وأعلن الراجل ده هو اللي عليه الدور. هاشيسوكا كان بيتفرج عليه ومنبهر قوي. كام واحد من عيلة إبيجاوا تنشو كانوا قاعدين مع بعض في بار ومتغاظين قوي عشان طلبوا منهم يقدموا أساميهم عشان تتحط في قائمة الأشرار لمجرد إنهم ياكوزا ماشيين على قانون الشهامة. بس روجا ما كانش فارق معاه إنهم يعاملوه كشرير، لأنه مؤمن إن طريقة حياة الواحد ما بتتغيرش بسبب السياسة ولا الزمن. حتى لو هتواجه البطل في يوم من الأيام خليك متمسك بمبادئك. من كام شهر فاتوا في مقر عيلة إبيجاوا تنشو ستاندل هاجمهم، ضرب فيهم بس معرفش يصيب حد. أفراد العيلة تحولوا واحد ورا التاني وبدأوا يضربوا فيه، بس ستاندل كان بيتفادى ضرباتهم. فجأة حصل حاجة حصلت خلتهم يتجمدوا مكانهم. ستاندل استغل الفرصة دي وقطعهم بسيفه، ولما بقية العيلة وصلت قتل واحد منهم كمان، عرفهم بنفسه وده لعبهم. ستاندل بعدها رجع لمخبأه عشان يغير هدومه ورجع لحياته الطبيعية. بس هاتشيسوكا استقبلته هناك ونادته القاضي، بس نطقتها غلط. ستاندل صحح لها اسمه وعرفها بنفسه صح، كان خارق سرير للحياة وسواد للموت، وإن دور القاضي هو إنه يفصل بينهم. قال لها من غير قناع هو مجرد راجل عادي بيخدم المثل البطولي. وبعدين ادى هاتشيسوكا عينات دم جمعها من عيلة أبيجاوا عشان كانت مفيدة جدا، بما إن الياكوزا دايما بيستغلوا مزايا الموظفين، بس التحاليل الطبية ممكن تكون قاتلة. زي ما ستاندل قتل الأشرار دول، قال إنه هيقتل بقية الأشرار برضه بما فيهم هاتشيسوكا نفسها. بس هاتشيسوكا كان ليها ناس هتحميها، وفي نفس الوقت كانوا بيدمروا المدينة. قطعنا للمستشفى حيث مويو وسوجا راحوا يزوروا ريبرت اللي كان عيان. مويو جاب لريبرت هدايا، بس ريبرت كان عايز حاجة تانية، كان عايز يشرب سجاير بدل الهدايا. ما كانش عارف يشرب عشان كانوا واخدين الولاعة بتاعته. مويو حاول يساعد، بس لما ولع النار الإنذار اشتغل، وده خلى الممرضات يزعقوا لهم عشان كسروا قانون منع التدخين جوه المستشفى، فطلعوا بره عشان يشربوا. بيتكلموا عن ميعاد خروج ريبرت، هيبقى قريب بعد ما يشوفوا نتيجة التحاليل بتاعته. ما قعدش كتير في المستشفى، مع إن الحادثة بتاعته كانت ممكن تموته، بس كونه سحلية خلى الموضوع أسهل في الشفاء. كل ده حصل بسبب التريجر لما استخدموه، منعوا من الموت، بس برضه كاد يموته بسبب التحول بتاعه. مع إن كان عنده أجنحة كان صعب أي حد يمسكه، ومويو قال إن التريجر خلى قوته النارية أقوى. سوجا كان بيسمع بيفكر في اللي بيقولوه، وسأل ريبرت إذا كان عايز يطير تاني، بس ريبرت رفض عشان كان هيموت المرة اللي فاتت. خدوا ده كتحذير، وده خلى سوجا برضه يفكر. وبعدين نقلنا لهاتشيسوكا وهي بتقابل سوجا، سألته عن صحابه بس ما كانوش جايين معاه. كانت محتاجة تقول لهم إيه اللي حصل لمجموعة أشرار كانوا محتاجين ياخدوا حذرهم عشان يوحدوا قوتهم. حاجة حصلت خلتهم يتجمدوا مكانهم. ستاندل استغل الفرصة دي وقطعهم بسيفه، ولما بقية العيلة وصلت قتل واحد منهم كمان، عرفهم بنفسه وده رعبهم. ستاندل بعدها رجع لمخبأه عشان يغير هدومه ورجع لحياته الطبيعية. بس هاتشيسوكا استقبلته هناك ونادته القاضي، بس نطقتها غلط. ستاندل صحح لها اسمه وعرفها بنفسه صح، كائن خارق سريع للحياة وسواد للموت، وإن دور القاضي هو إنه يفصل بينهم. قال لها من غير قناع هو مجرد راجل عادي بيخدم المثل البطولي. وبعدين ادالها هاتشيسوكا عينات دم جمعها من عيلة أبيجاوا عشان كانت مفيدة جدا، بما إن الياكوزا دايما بيستغلوا مزايا الموظفين، بس التحاليل الطبية ممكن تكون قاتلة. زي ما ستاندل قتل الأشرار دول، قال إنه هيقتل بقية الأشرار برضه بما فيهم هاتشيسوكا نفسها. بس هاتشيسوكا كان ليها ناس هتحميها، وفي نفس الوقت كانوا بيدمروا المدينة. قطعنا للمستشفى حيث مويو وسوجا راحوا يزوروا ريبت اللي كان عيان. مويو جاب لريبت هدايا، بس ريبت كان عايز حاجة تانية، كان عايز يشرب سجاير بدل الهدايا. ما كانش عارف يشرب عشان كانوا واخدين الولاعة بتاعته. مويو حاول يساعد، بس لما ولع النار الإنذار اشتغل، وده خلى الممرضات يزعقوا لهم عشان كسروا قانون منع التدخين جوه المستشفى، فطلعوا بره عشان يشربوا. بيتكلموا عن ميعاد خروج ريبت، هيبقى قريب بعد ما يشوفوا نتيجة التحاليل بتاعته. ما قعدش كتير في المستشفى، مع إن الحادثة بتاعته كانت ممكن تموته، بس كونه سحلية خلى الموضوع أسهل في الشفاء. كل ده حصل بسبب التريجر لما استخدموه، منعه من الموت، بس برضه كاد يموته بسبب التحول بتاعه. مع إن كان عنده أجنحة كان صعب أي حد يمسكه. ومويو قال إن التريجر خلى قوته النارية أقوى.
سوجا كان بيسمع بيفكر في اللي بيقولوه وسأل ريبت إذا كان عايز يطير تاني، بس ريبت رفض عشان كان هيموت المرة اللي فاتت. خد ده كتحذير، وده خلى سوجا يفكر برضه. وبعدين نقلنا لهاتشيسوكا وهي بتقابل سوجا. سألته عن صحابه بس ما كانوش جايين معاه، كانت محتاجة تقول لهم إيه اللي حصل. لمجموعة أشرار كانوا محتاجين ياخدوا حذرهم عشان يوحدوا قوتهم، كان بيحارب عشان الخير، في حين إن ستاندل كان قاتل مجنون. قوة كولدستر كمان كانت مرعبة لستاندل عشان ضرباته كانت بتنزل زي الحديد. كولدستر ادى ستاندل فرصة يهرب، طلع سلك من هدومه وقال له لو قبله ومشي ده هيكون أحسن له، لكن لو حاول يعدي السلك هيكون في خطر كبير. ستاندل فكر كتير قبل ما يتحرك، عارف قوة كولدستر، لكن رجع خطوة مش عشان ينسحب، عشان ياخد سرعة ويحاول يوجه ضربة. كولدستر عمل فخ وكان هو اللي عدى السلك، وده خلاه ينزل لكمة في وش ستاندل. ستاندل واقف بيقع على الأرض. كويتشي كان مذهول من قوة كولدستر. كولدستر مسك قناع ستاندل، معتقد إن اللي بيلبسوا أقنعة بيحسوا إنهم مش نفسهم وبيفتكروا نفسهم أبطال خارقين. النوع ده من الناس عنده مشكلة كبيرة عشان بيتجاهلوا قوانين المجتمع وأمانهم الشخصي لما بيهاجموا، لكن بينكشفوا لما حد بيرد عليهم. في الآخر كولدستر قال أنا مجرد لحم ودم. اللي بينسى ده مش بيكون عنده عزيمة في الآخر. ويدوب كولدستر كان هيمشي، ستاندل فاق وهاجمه تاني وعرف يجرحه بكام ضربة. كولدستر اتعصب وبدأ يرد الضرب، لكن ستاندل اللي رجع لورا لحس دم كولدستر من جرحه واتجمد. كده حقق هدفه وبعدين جري وهو بينزف. بوب ستيب وصلت في الوقت اللي كولدستر كان بيعالج جروح كويتش كان بيتألم جامد. كولدستر طلب من بوب ستيب تطمن على سوجا. فتحت شنطة الإسعافات بتاعتها وعالجت سوجا وهي زعلانة. كويتش حاول يواسي سوجا عشان ما يحسش إنه لوحده أو إن الكل خايف منه، وكان مبسوط إنهم نجوا من الخناقة مع ستاندل. سوجا استغرب إزاي كويتش قادر يبتسم بعد ما كان هيموت وافتكره مجنون، لكن بوب ستيب قالت لسوجا ده عبيط مش مجنون. بعد كده انتقلنا لستاندل اللي كان غضبان ومدرك إن لسه في كتير ناقصه عشان يقدر يغلب كولدستر. قبل أي حاجة كان ناقصه العزيمة. هاتشيسوكا كانت معاه، معتقدة إن العيشة والشغل بجد بيكونوا ممتعين بس لو عندك عزيمة. ستاندل اتعصب، رمى سكينة على هاتشيسوكا، وقعها على الأرض، وبعدين استخدم السكينة عشان يشوه وشه، وعمل قناع جديد هو وشه نفسه، وحلف إنه عمره ما هيلبس قناع تاني. ده هيساعده يشوف الدنيا مكشوفة بعيونه هو. هاتشيسوكا فاقت، شدت السكينة من عينها، وكانت